رغبة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها أشياء. يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم أن يكفر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم، وأثموا فاعله. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنهم ما يستاهلوش غير كده؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بقول أهو، كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جولة عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق. يدفع ايه ده؟ اين ازواجهم؟ ازاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم ده؟ مش قادر افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيض ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. انا عايز اطلع بقى يوم شم النسيم اتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا، ويسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم ايه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من ايدي علمائهم ضاعوا. هو انتوا لكم من غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم وواقفين حياتهم عشانكم. يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا، وما تعملش دي واعمل ديت، ويدلك مجانا على الله لا يسألك اجرا. هذا بديهية كانت موجودة عند السلف، ارضى عمالين نناطح فيها.